ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب كده كل ايامكم تبقى بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل الجمبري المسلوق التحفة الخطير ده، وهتطلعي منه احلى شوربة انتي ممكن تعمليها. الطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. حتى لو انتي مش بتعرفي تعملي الجمبري ولسه مبتدئة خالص، هقولك ازاي تعمليه بكل سهولة. ندخل على طول في الوصفة بتاعتنا. ولو عجبتكم الوصفة لايك واشتراك في القناة. اول حاجة الجمبري جبته غسلته كويس جدا، شقيته شقة كده بسيطة كده من الظهر زي ما انت شايفة، وطلعت منه الكيس الرملي. وانت لازم تعملي كده، لازم تطلعي منه الكيس الرملي، لان بصراحة لو انت سبتيه بدي في الاخر طعم مش حلو خالص. الطبق ده فيه بصلاية كده كبيرة، وفلفلاية حمراء، وفلفلاية خضراء، وطماطماية، واربع فصوص توم. دول كلهم هحطهم في الكبة يتفرموا كويس. البهارات بقى بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل والسبع بهارات وبابريكا وكمون وكزبرة ناشفة وكيس صلصة. دي كل المكونات بتاعتنا النهاردة. هنجيب بقى حلة كبيرة كده ونحط فيها شوية زيت. تمام، ولازم تكون النار عالية قوي قوي قوي، وانا عايزة الحلة بتاعتي تكون سخنة جدا. ضربت الخضار بتاعي في الكبة، انزله بقى. بجد الطريقة دي حلوة قوي قوي قوي. هتطلع لك احلى جمبري مسلوق واحلى شوربة انتي ممكن تدوقيها. هنشوح بقى البصل بتاعنا مع الثوم مع الفلفل مع الطماطم. هنشوحهم كويس جدا جدا. مش هحط البهارات دلوقتي، هقولك هنحط البهارات امتى. اهم حاجة نقلبهم كويس كده. عايزة الخضار كله كده يدبل كده معايا. جربي الطريقة دي، انا متأكدة ان هي ان شاء الله هتعجبك. وهحط بقى كيس الصلصة. مش عندي كيس، حطي معلقة صلصة كبيرة من عندك. هنقلب بقى كله كده مع بعض. الريحة بقى مش عايزة اقولك على الريحة، كانت جميلة قوي. هسيبه كده، هقلب كده تقليبة، واسيبه كده ايه يشكشك كده مع بعضه ويدبل كده شوية، وريحته تطلع كمان بزيادة. تمام، ده شكله بعد ما سبته يعني 7 دقايق كده على النار اهو. شكله اتغير خالص. تقليبة بقى كده قبل ما احط الجمبري بتاعي. حطيت بقى الجمبري كله كده مرة واحدة. النار كل ده عالية. وبعدين هجيب البهارات بتاعتي واحطها على الجمبري. التركية دي جميلة قوي قوي، بتخلي كده الجمبري بيبقى مليان كده من البهارات كده، بجد بيبقى حلو قوي قوي قوي. هنقلبه بقى كويس جدا جدا كل المكونات مع بعض. هنقلبها كويس قوي. وانا هكتب لكم كل المقادير والبهارات دي في صندوق الوصف. اهم حاجة تقلبي كويس جدا. انا عايزة كل المكونات تختلط مع بعض كويس قوي. بجد دي انسب طريقة انت ممكن تعمليها للجمبري عشان تطلعي منه احلى شوربة انت ممكن تدوقيها. انا جبت معلقة اكبر شوية كده عشان تساعدني كده بسرعة التقليب اسرع. شايفين بقى الجمال؟ بجد حلوة قوي قوي قوي. الريحة بقى كانت فعلا خطيرة خطيرة خطيرة. هنديها بس تقليبة كده قبل ما نحط المية بتاعتنا. انا بس عايزة المكونات كلها تمتزج كده مع بعض، وكل الخضروات كده والبهارات كلهم يدخلوا كده مع بعض قبل ما اضيف المية بتاعتي. والمية بتاعتي اللي انا هضيفها لازم تكون سخنة من الكاتل. لازم ما تجيبيش مية كده من الحنفية. يعني طبعا المية المغلية بتبقى طبعا احسن وبتسوي اسرع.
زي ما انتوا شايفين كده انا قاعده اقلب كده كلهم كده مع بعض. يعني يستحسن ان تبقى الحله كده ايه كبيره زي اللي انا عامله فيها دي. حلو جدا، بدأ اهو ياخد لون كده. تمام، حلو جدا جدا. هجيب بقى احط بقى المية بتاعتي، المية لازم تكون مغلية زي ما قلتلك اهو. اضيف بقى مية كده يعني كتير عشان انا عايزة الشوربة دي في الاخر اشربها. بجد الشوربة بتبقى حلوة قوي قوي قوي. ما بياخدش وقت كتير على النار، يعني بياخد 10 دقايق كده. وما تزوديش عن ال10 دقايق، والنار تكون عالية. ما تزوديش عن ال10 دقايق، لان لو زودتي اكتر من كده الجمبري هيشد معاكي خالص ومش هيبقى حلو نهائي يعني. 10 دقايق كده واطفي على طول. هقلب بس كده تقليبة واغطي عليه 10 دقايق وهطفي عليه على طول. جمبري اصلا ما بياخدش وقت خالص على النار، يعني ممكن كمان اقل من 10 دقايق، 7 دقايق كده او حاجة. خلاص زي ما انتوا شايفين كده هو غلى اهو، بقى جميل قوي. حطيت كده رشة كزبرة وبقدونس كده كانوا متفرزين عندي في الفريزر. تمام اهو، رشة كده كويسة كده عليهم، بتدي ريحة حلوة وطعم جميل قوي. خلاص انا طفيت النار دلوقتي. هضيف بقى ايه دلوقتي؟ عصرة ليمونتين، ليمونتين كاملين كده عليه. انا دلوقتي خلاص طفيت النار. انا بحط عصرة الليمونة دي والنار مطفية. وزي ما قلتلك متزوديش عن ال10 دقايق على النار. والله لو زودتي بيبقى وحش قوي وبيشد معاكي كده ومش حلوة خالص. عصرة الليمونة دي بجد بتفرق جدا جدا في الطعم. يعني بتديله ريحة كده وطعم جميل قوي قوي. تقليبة بقى كده وخلاص. يعني انا حتى بعد ما طفيت النار هو لسه قاعد يغلى اهو، من زي ما انت شايفة من حرارة عين البوتاجاز. خلاص كده بقى تقليبة بس كده، واشيله بقى على طول واقدمه في الاطباق. ويستحسن ان انت تعمليه قبل الاكل على طول. يعني قبل ما تاكلي كده اعمليه. قبل وجبة الغداء تعمليه كده بنص ساعة، بيبقى احسن طبعا. خلاص كده تمام، حلو جدا. ابتدي بقى اغرف في الاطباق. حطيت كده جزء في الطبق، شايفين الجمال؟ بجد والله حلوة قوي 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 قوي. انا اتمنى فعلا ان انتوا تجربوه بالطريقة دي. والله اوعدك ان انتي هتشربي احلى شوربة. شايفين بقى الشوربة والجمال ولونها الجميل وصافية وحلوة قوي قوي قوي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، واشوفكم على خير في وصفات تانية. مع السلامة.